لما حد يقولك اديني سبب تطبيلك وتعريضك لمصر وجيشها، وتلاقي نبرة التقليل والسخرية في صوته، ما تبلعلوش ريقك وما تردش عليه بدفاع، رد عليه بحقايق. فلما يقولك بتطبله لمصر، قول له انا من البلد اللي شايله على كتافها اللي غيرها رماه، انا من البلد اللي فيها الفلسطيني والسوري والعراقي واليمني والسوداني والليبي، وما سميناهمش لاجئين ولا تعاملنا معاهم معاملة لاجئين ولا حطيناهم ورا سياج ولا عملنا لهم مخيمات في الصحراء. احنا البلد اللي فتحت بيوتها وقسمت لقمة عيشها من غير كفيل ومن غير من. احنا السكن للي مالوش سكن ومالوش مأوى. قول له انا من البلد اللي ياما كست وعلفت ولبست حافيين وقت ما كان الكل بيدور على رصيف يقف عليه. احنا من البلد اللي لما ارضها احتلت ولادها اللي حرروها بدمهم ما طلبتش من حد يموت بدلها، ولا استوردت جيوش ولا بالفلوس تحمي حدودها، ولا عندها قواعد عسكرية غير لجيشها. واللي بيزايد على صمودنا قول له في العدوان الثلاثي لما كانت المدن بتتحرق فوق دماغنا مفيش مصري واحد ساب ارضه وخرج يدور على لجوء خارج حدودها. احنا نموت فوق ترابها وما نسيبوش لغيرنا ونعيش مذلولين بره. دي عقيدة مش مجرد كلمتين في الهوا. وقول له كمان احنا من البلد اللي فيها الاصول قبل القوانين. مفيش عندنا ابن قفل على ابوه الحمام عشان ياخد منه كرسي ولا سلطة، ولا عندنا اولاد لينا مرميين في الصحراء من غير جنسية عشان حسابات سياسية. احنا اللي قوينا المسيح وامه العذراء لما الدنيا ضاقت بيهم، واحنا اللي نصفنا سيدنا يوسف بعد ما اخواته رموه في الجب. مصر مش مجرد دولة على الخريطة، مصر هي الملاذ اللي ربنا ذكره في كتابه بالامان. قول له احنا جدودنا اللي بالذهب مدفونين وتاريخنا مش محتاج شهادة من حد، هو اللي بيشهد للعالم. وقول له لو شايف اننا بنحبها بزيادة فده لاننا شفنا فيها اللي ما شفناهوش في غيرنا. بلد قامت فيها ثورتين وهزات وارهاب واعداء من الداخل واعداء من الخارج متربصين، زلزلت كيانها ولسه واقفة على رجلها اقوى من الاول. قول له انا من البلد اللي فيها المسيحيين في رمضان بيفطروا معانا وبيوزعوا شنط رمضان على الغلابة، وفي عيد المسيحيين لو دخلت الكنيسة هتلاقي عدد المسلمين اكتر من المسيحيين. قول له احنا اللي بنقدس العلم وبنحترم الشيبة وبنعرف قيمة الانسان. اللي بيننا وبين بلدنا مش علاقة مصلحة وتطبيل، اللي بيننا وبينها دم وعشرة واصل. احنا بلدنا ام الدنيا ومش باللقب، ام الدنيا بالفعل وبالمواقف والاحتواء. فلما تيجي تتكلم على مصر تقوم تتوضى الاول وتراجع تاريخك وتشوف بلدك قدمت ايه للانسانية وقت الازمات ولا قدمت ايه لنفسها وقت المصايب. واحنا ما بنكرهش حد ولا بنتعالى على حد، بس ما بنقبلش من اي حد يقلل من قيمة كيان هو اللي علم العالم كله يعني ايه دولة. انا من مصر